انا اتحبست وجربت السجن. قصدي كان في اماكن تانية، كان في اماكن تانية ممكن تروح. في اماكن بس للاسف يعني خلاص هبت في الراس، هبت في الراس، هبت في الراس. يا رب يا خالد يحفظ مصر. لو موجود في حته زي اسبانيا ولا فرنسا ويجي لك بيت. احنا سمعنا كلام كتير، احنا عايزين وعود للاسف. مش عايزين وعود، احنا عايزين تنفيذ بقى. التنفيذ مش عايزين كلام بقى، احنا عايزين فعل. صح؟ انتوا توعدونا ان شاء الله. لا مش احنا، ده احنا زيكم، احنا الحلقه لا. تقدر لما تيجي على الواحد تاخذه من انا بكلمك كواحده مصريه دلوقتي، بقول لك انا زيك عايزه يبقى سينا والبدو اللي في سينا، ولان ده جزء غالي جدا، يبقى عندهم كل الامكانيات اللي تعيشهم كويس. والله ما في تقدير البدو سينا للاسف. ازاي؟ والله ما في تقدير البدو. لا ازاي فوق راسنا، ما كناش جينا لكم لغايه عندكم يا خالد. الرئيس محمد مرسي طلب في اخوان المسلمين اللي في السعوديه على حبوب، على برشام، طلب بهم محمد مرسي، يعني طلب بهم هم في السعوديه واحنا ولا حاجه. بدو يا عم خليهم يروحوا. ما يعني مش عايزاك تفتكر كده، البدو دول حاجه مهمه جدا. شوف بعيني الكلام هذا خلاص بحطه في قلبي انه زي كذا. لو ما كنتوش مهمين يا خالد ما كنتش جيت لك لغايه عندك هنا. ماشي انتوا بس بالنسبه للناس يعني احنا مصريين برضه. والله كلنا مصر، بفتخر اني مصر والله. طيب ما انا بقول لك لو ما كنتش جيت لك لغايه هنا، لو انتوا مش اهم حاجه في بلدنا وقاعدين على اغلى واحسن جزء من بلدنا. بالنسبه للناس المسجونين في اسرائيل انا برضه هسمعوك بقى، الناس هيسمعوك يتصرفوا بقى. انت مش قلت كل اللي انت عايز تقوله؟ انا في عايز اقول لسه ما انا قلبي قول. اول حاجه في 75 سجين في اسرائيل. قلت ما هم لاقيين ياكلوا. قلت 67 الان. مش لاقيين ياكلوا. فيه ناس لهم شهرين مروحين السفاره المصريه مهمه، ما عليهمش احكام، جاهزين بس مركودين في قسم الترحيلات يترحلوا، ورقهم جاهز، شهادات الميلاد، صوره البطايق، في اثبات انهم مصريه. احنا روحنا هم فضلوا. ورا اخوه واقف برا، يعني الزلمه جايني من اخر الدنيا عشان اقابلكم، وهو الوحيد لابوه. ان شاء الله كلامك كله هيتسمع، وان شاء الله لازم ياخد الاهتمام، عشان البلد دي هتضيع لو ما اهتمناش بالحاجات اللي الناس محدش واخد باله منها دي. مثلا لما ما لقى اهتمام من الجانب المصري بكرههم. تكره مين؟ المصري لو ما شفت اهتمام منهم، اللي انا مثلا. تكره مصر يعني؟ لا لو ما شفتش اهتمام من مصر تكره مصر. مصريين؟ لا بكره اللي بكرهني، ما في اهتمام. المفروض قصدك تقول ان الحكومه لما ما بتهتمش بيك انت بتحس انها بتكرهك. بالظبط. فانت بتكره انت كمان. طبعا اللي بكرهني وده اكره انا. دي اهم حاجه بقى في الحلقه بتاعتنا النهارده. بشكرك جدا. ما نرضاش يخاصم القمر السماء، ما نرضاش تدوس البشر بعضها، ما نرضاش يموت جوا قلب نداء، ما نرضاش تهاجر الجذور أرضها، ما نرضاش. لا يهمني اسمك، لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا بلادك، مكانك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. ما زلنا بندور على نفق من الانفاق، واضطرينا نركب عربيه ملاكي من حد من شمال سيناء، لان خلاص عربيتنا اتعرفت وكل الناس متخيله ان احنا جايين ناذيهم ومش
مش عارفه اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط، بس انا مصممه عشان اوري الناس مدى خطوره الانفاق دي ايه. على فكره حتى لو هنموت بجد والله مفيش مشكله. جينا على أعلى مكان عشان نشوف فلسطين. بص صورها 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 صورها. بص واحدة بدوية دي. شفت العمود اللي في النص ده الحدود، تمام؟ دي سينا ودي فلسطين. دي سينا ودي فلسطين، تمام؟ بص شفت الثوب اللي هناك البيضة دي الصوت البيضة اللي في الحدودي. بس بصوا احنا عايزين نقعد بس عشان ما حدش ياخد باله. تعالى من هنا خلاص. لا بلاش عشان محدش يشوفنا. دي سينا عشان بس الناس تفهم الوضع خطر ازاي. دي سينا ودي فلسطين. بص الناحية التانية راضية، دي فلسطين. العمود اللي في النص ده هو الحدود، وكل القوايم البيضة اللي هناك، العواميد دي هي دي الأنفاق اللي بيطلع منها الحاجات المتهربة اهي. كل العواميد دي سينا اهي، وفلسطين اهي، والأنفاق اهي، والحدود اهي. متهيألي فهمتوا يعني الخطر جاي منين دلوقتي. الحدود اهي، والأنفاق اهي، وسينا اهي، وفلسطين اهي. مش هقول غير كده. احنا دلوقتي جوا نفق اخيرا اهو. نفق بيدخل منه الحاجه كده. انا طبعا مش هقدر اطلع، مش هقدر كده، بس هي دي الانفاق اللي بيدخل منها البضاعه. دي الانفاق اللي بتوصل منها البضاعه، وبتفضل تمشي لغايه ما توصل لفلسطين. كنت اتمنى انها تبقى اعلى شويه عشان ادخل، لكن هو الناس بتمشي كده والبضايع بتحاول كده. النفق اللي جنبنا فيه اسمنت. هحاول اسرق لقطتين كده بس مش عارفه هينفع ولا لا. يلا بينا لان هنتقتل. يلا بينا. هنا الاسمنت بينزل زي ما احنا شايفين كده في جوه النفق. هو يسحب ايه؟ حاضر. هو ده الاسمنت. شايف الاسمنت يا راجل؟ وهو ده النفق اللي بيدخل ومنورين جواه. شايفين اللمض اللي جواه عامله ازاي؟ منورين جواه. ده الحبل. بص يا راضي ده الحبل اللي بيتسحب. ده اللي بيسحبوا يودوه، يسحبوا من فلسطين ويودوه. هناخد منك لقاء هناك بقى. يلا بينا. يلا يا راضي.
دلوقتي هما مستنيين ان حاجه تطلع من جوه، بيشدوا الحبل عشان الحاجه اللي جايه. الموتور استي موتور جاي من فلسطين. اهي الحاجة وصلت لهنا. يلا يا راضي تاخد الشوط الاسمنت ديت وبعدين يحملوها على العربية. بص العربية يا راضي اللي محملة اسمنت. ده الاسمنت ده اهي اسمنت هينزل فلسطين. فلسطين. تمام، بينزل من على العربيه على الشياطه وبينزل على فلسطين، بيسحبوا هم من فلسطين. وكلام على اللاسلكي مثلا اسحب بيتعاملوا باللاسلكي بقى. اللاسلكي. وريني كده. ده بتتكلم مع ناس في فلسطين؟ من هنا بيقولوا ايه بقى؟ احمد بيتكلم فلسطين. راضي يا حط المي. معاك على السمع. تمام. قول له يا بتال عشان اسمع. يلا يا راضي، يلا احنا لازم نمشي دلوقتي حالا. يلا شفت بيتكلم راضي؟ هنموت يلا هنموت.